السلام عليكم، معكم بشرى وشراكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أنا اليوم جيتكم بنوفيل فيديو اللي راح نشارك فيها معكم وصفة سندويتشات البيتزا هادوما اللي يجوا محمرين وبزاف بنان، وكاين اللي يعيطولهم بيزويش معناتها بيتزا على شكل ساندويتش بزاف سهلة ولا بات تاعها تجي خفيفة. نبداو على بركة الله، بسم الله. أنا هنا عندي كاس ماء يكون دافي، عندي أيضا ربع الكاس تاع الزيت، ملعقة كبيرة تاع السكر، ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز، عندي ربع ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، وعندي ملعقة صغيرة تكون مملوءة جيدا تاع الملح، ملعقة صغيرة تاع الزبدة كيما راكم تشوفوا هي معمرة مليح، وعندي الفارينة باش نلم العجينة. دوك نحسبها معاكم بالملعقة. في ريسيبيون نبدا ندير اول شي كاس تاع الماء دافي، نزيد عليه الزيت ونخلطهم مليح حتى يتجانسوا، حتى نشوف الخليط تاعي حيولي بيض كما راكم تشوفوا. من بعد نزيد عليه السكر، كذلك خميرة الخبز، خميرة الحلوى، ونخلطهم مع بعضهم ايضا باش يدخلوا كامل في هذاك الماء والزيت. من بعد نضيف الملح ونبدا نجمع بالفارينه. هنا حنحسبها معاكم كيما راكم تشوفوا المغارف تاعي راهم معمرين مليح، يعني الملاعق تاعكم عمروهم بيان حتى تتشكل معاكم عجينه. دوكا انا هنا نحسب معاكم شحال من غرفه درت، وحبيت نقولكم بليك لي فيديو اللي فيهم دقيقه راني نديرهم في انستغرام، يعني يكونوا مزربين لي انتريسي لهذوك لي فيديو، حتى اني راني نحط لكم الوصفات مكتوبه في انستغرام تاعي. راح نخلي لكم الانستغرام تاعي مكتوب في صندوق الوصف، وكذلك الوصفه راح تلقاوها في صندوق الوصف. الجروب تاعي تاع فيسبوك تاني تلقاوه في صندوق الوصف، مع الصفحه تاعي تلقاوهم هادو كامل في صندوق الوصف. انضموا يعني انضموا ليهم هكا باش تلحقكم كل حاجه جديده. واللي مازال ما اشتركش في القناه نقول لك اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد من وصفات. انا هنا درت 15 ملعقه تاع الفارينه وكانوا كافيين، وبديت نجمع في العجينه تاعي، نجمعها شويه هكا ومن بعد نحطها في لو بلان دو طرافاي ونعجنها مده 5 دقائق. ندير هذيك الملعقه تاع الزبده كما راكم تشوفوا، الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تكونش يابسه سينو تعبكم كي تكونوا تعجنوا فيها. ونبدا ندخل هذيك الزبده داخل العجينه تاعي. هنا راح تلاحظوا انه الزبده تبدا تخرج لكم، لكن هذاك الشيء عادي نورمال، ما تضيفوني فارينه ني حتى حاجه، بقوا غير تجمعوا فيها وتعجنوا كما راكم تشوفوا مده 5 دقائق وراح تجمع معاكم. هنا شوفوا كيفاش بدات تنجمع معايا. هذا هو القوام اللي حباته، حبيت تكون عجينه شويه تلاصق في اليد. درتها في ريسيبيون ورايحه نغطيها ونخليها تخمر، رايحه نخليها حوالي ساعه. هنا الا درتوا العجينه تاعكم يعني بكري، درتوها زعما مع الصباح، دخلوها ديريكتومون في الفريجيدير وخليوها تخمر بلا عقلها سينو رايحه تقراص معاكم. هنا نحطها تخمر، شوفوا دوك تلاحظوا انه الحجم تاعها راح يتضاعف بزاف. والوقت اللي غتكون تخمر هي انا نروح نحضر الحشو. في مقله درت شويه زيت ورايحه ندير نص صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته مربعات، كيما تقدروا ديروا ربع صدر دجاج ولا ديروا اي حشو نتوما حبيتوه. ضفت له الملح، شويه توابل تاع الدجاج، فلفل كحل وشويه توم بودره. نخلطها مليح نخليها تقلى شويه. من بعد نروح نضيف عليها حبه تاع البصل اللي كنت قطعتها الى مكعبات، زيد نقليها معاها. صدقوني هاد الحشو يجي بزاف بزاف بنين. من بعد نروح نضيف لها حبه فلفل اخضر اللي كنت قطعتها ايضا مربعات باش تتقلى معاها. انا يعجبني بزاف المذاق تاع الفلفل في الحشو، وزدت لها حبه تاع فلفل احمر، يعني ماهوش حار
تانيك في الحشو هكا باش يجيني الحشو تاعي فيه شوية الألوان، نخليهم يتقلاو حتى يطلقوا لي كامل هذاك الماء كيما راكم تشوفوا فيه. من بعد نقليهم مليح حتى يعاودوا يشربوا كامل هذاك الماء ويتحمروا بلا ما نديروا لهم حتى اضافات واحد اخرين. شوفوا هنا هذاك الماء قاع شرب والحشو تاعي راهو واجد، نخليه يبرد مليح من بعد نستعمله. شوفوا معايا العجينه تاعي كيفاش اختمرت وتنفخت، يعني جات ما شاء الله. دوكا هنا نجي ديغازيها قدامكم، تعاودوا لي الحجم تاعها العادي. من بعد نديرها على لو بلون دو طرافاي ونقطعها على حساب انا الحجم راني حباته. قطعوها كيما حبيتو، انا هنا حنقطعها على 4، كيما تقدروا تقطعوهم صغار يجيكم 8 ولا يجوكم 6. نتوما تحكموا في الشكل والحجم تاع العجينه تاعكم. انا هنا كيما قلت لكم قطعتهم كبار، درتهم على 4، كل وحده نشكلها على شكل كوريه ونحطها بجيه حتى تلحق دالتها تاع العجين. هنا رشيت لو بلون دو طرافاي تاعي بشويه تاع الفارينه باش ما تلصقليش العجينه، كيما شفتوا انه العجينه كانت تلاصق. ودرت شويه من الفوق ودوكا رايحه نحلها على شكل مستطيل، يعني شكل طولي، ونحلوها رقيقه يعني باش ما تجيناش معجنه، نحلوها رقيقه. من بعد نبدا نخدم في الحشو ديالها. انا هنا حندير اول شيء لو فرomاج، كيما تقدروا تخدموا كريمه الجبن ولا تستعملوا هذا الجبن اللي يجي تاع العلب هكا ولا تاع البيادن، جبن الطلاء. طليتها كامل كيما راكم تشوفوا. من بعد ندير عليها شويه تاع لاصوص طوماط. لاصوص طوماط سهله، بصل طوماطيش وتوم، يعني شاركتها ديجا معاكم على بها ما حبيتش نزيد نديرها باش ما يجيش الفيديو طويل. سينو تقدروا تستعملوا هذيك الجاهزه. وهنا رايحه ندير الحشو تاعي تاع الدجاج والفلفل هكا راهو بارد. من بعد حنزيد عليها شويه تاع كومونبير اللي كنت قطعته هكا دي طرونش اختياري. وحنضيف ايضا البطاطا. هنا البطاطا الا ما حبيتوش تضيفوها يعني شي عادي، لكن حتمد لنا واحد البنه بزاف هايله، حيبانو كي شغل صح ساندويتشات. وحنزيد نضيف ايضا الشيدر، ضيفوا اي جبن حبيتوه. ونزيد شويه برك من الفوق زيت صوص طوماط هكا باش يجيني الحشو بزاف مشمخ. هنا الحشو نتوما كيما حبيتو ديروا، تقدروا ديروا لا فيوند هاشي ولا تقدروا ديروا الطون. كيما تعرفوا انه الطون حتى تكملوا تخدموا الحشو تاعكم تاع بصل وفلفل مع الاخر باش تضيفوا الطون. هنا شتوني كيفاش غلقتها. من بعد شوفوا راح نغلقها مليح من الجوانب، سينو تقدروا ديروا شويه ما وتغلقوها. من بعد كي نروحو نرفدوها غير بالعقل نسيسوها، لانه ما تنساوش الحشو راهو من التحت اكثر من الفوق، يعني هاكا سيسوها كي تكونوا حد ترفدوها. ونحطوهم في الصينيه كيما راكم تشوفوا. انا جاوني 4. هنا خليتهم ارتاحوا، خليتهم ربع ساعه. من بعد جيت نكملهم معاكم. هنا عندي صفار بيضة مع شويه تاع صوص طوماط، نخلطوهم باش نطليها من الفوق. كي نديرو لها صوص طوماط تجينا بزاف بزاف بنينه، تجينا صح تشبه البيتزا. ندهنوها كامل من الفوق بصفار بيضة كيما قلت لكم، وشويه تاع لاصوص طوماط حوالي 4 معالق كبار. من بعد هنا عندي خليط بين الموتزاريلا والشيدر رايحه نديروه من الفوق باش يجيني دايب. كيما تقدروا ديروا غريير، عندكم غريير ولا موتزاريلا ولا شيدر، هادو هما اللي يذوبوا مليح. من بعد نزيدوا لها شويه تاع زيتون اسود وشويه تاع زيتون الخضر هكا تزيين يعني اختياري، زينوا باش عندكم وباش حبيتوا.
انا هنا كنت شعلت الفرن تاعي مسبقا على درجة حرارة 180 درجة. كي نجي حندخلهم نقص الفرن ونخليهم يطيبوا بلا عقلهم، نحمرهم تانيك من الفوق من بعد نحيهم. شوفوا هنا بعد ما طابوا زاد ضعف الحجم تاعهم، صدقوني جو ما شاء الله، جو خفاف، جو مشمخين وبزاف بنان. انا كي شت عاود شت لا فيديو عاود شهيتهم، راني نوريلكم من تحت كيفاش طابوا. وشوفوا كي راني نرفد فيهم راهم باينين بلا مطريين، هنا راهم سخونين على بها ما قدرتش نرفدهم. نتمنى انه هاد الوصفة تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها وتشاركوها اصدقائكم. اذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجيوها مع الاصدقاء تاعكم، وتبعتوا لي تطبيقاتكم على الصفحة تاعي تاع الانستغرام. شوفوا الداخل كيفاش جا مشمخ، جا ما شاء الله. يعني كان ينقسم فيها راهي باينه، كون برك راهي سخونه على بها مانيش نقدر نرفدها مليح. واذا يعجبكم هذا النوع من الفيديوهات قولوا لي باش نكتر لكم منهم. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم اوفياء ومع السلامه.